احنا كمسلمين هي دي قوانيننا وما فيهاش مجامله. الخلفه نفسها باسباب الدنيا، ابراهيم عليه السلام لا يولد له. ما هم لما جم بشروه قال ايه؟ قالد وانا عجوز وهذا بعلي، زوجته مش كده، وهذا بعلي شيخه. يبقى الاثنين عواجيز. طب هي عجوز بس يعني عجوز يعني ايه الاول؟ يعني انقطع الحيض خلاص، مفيش سن اليأس يعني. طب بس هي عجوز بس؟ قالت عجوز عقيم. انا اصلا عقيم اصلا، وفوق ان عقيم ده انا حتى لو بولد فانا عجوز. قالت عجوز عقيم. طب هو ايه القضيه؟ ازاي ولدت؟ قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك. خلاص، قال ربك انتهت. قال ربك، فلو قال ربك انك هتتعين في الشركه هتتعين، انتهت. طب قال ربك انك مش هتتعين في الشركه، لو جبت 100 مدير مش هتتعين في الشركه. قال ربك. فعاوزين نقطع علاقتنا بالاسباب، علاقتنا القلبيه. هناخد بالاسباب. ليه؟ لاننا مامورين ان ناخذ بالاسباب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هنعد. وايه تاني؟ اعقلها وتوكل الى غير ذلك بقى من الايات والاحاديث اللي فيها الاخذ بالاسباب. لكن ناخد بالاسباب وقلوبنا معتمده على الاسباب، والله ده هو ده الخذلان بعينه. وقلنا لكم قبل كده، اول ما القلب يميل مفيش مجامله. الحته دي ربنا سبحانه وتعالى ما فيهاش مجاملات، بالذات مع الاولياء. فقلبك هيميل وتعجب بكثره العدد والعده وكذا وكذا، هتهزم. مش كده؟ لن نهزم اليوم من قله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلازم نفهم القانون اللي ماشي عليه الدنيا احنا كمسلمين، او لو ارتقى منا البعض شويه بقى ناس مؤمنه ناس تقيه، او لو ارتقى منا البعض زياده بقوا اولياء لله. هي دي قوانيننا وما فيهاش مجامله.